خلينا بقى نتكلم على موجة المهرجانات، يعني أغاني المهرجانات. أنت كنت من الناس القليلين جدا اللي دافعوا عنها. هل دافعت عنها عن اقتناع، ولا لأنك أنت اتهاجمت في بداية حياتك وحاسس إن برضو بنفس يعني التعاطف؟ لا، هم ما تهاجموش قد ما احنا تهاجمنا. ده احنا يعني اتمسح بينا الأرض كخيشة في حمام. شوف حضرتك، أنا بتكلم بالعلم، ما بتكلمش ما عندناش نوت مؤدبة ونوت قبيحة في المزيكا، لأنها لا تحمل رسالة معينة مخك يفهمها. اللي بيفهم المزيكا الوجدان مش المخ. يعني ما فيش أدب وقلة أدب. مش بس كده، ما عندناش نقط مؤمنة ونقط كافرة. الموسيقى الصينية اللي من ذهب اللي بتشيل الفكر جواها. لو جواهر يبقى جواهر، لو حاجات مش ولا بد تبقى حاجات مش ولا بد، لكن الصينية ملهاش دعوة. احنا عندنا مشكلة واحدة وحيدة، اللي هي ايه؟ الكلام. تعال نشوف بقى، هل يصح لي انا او اقدر؟ عشان كده كانت كاسة نعمة، وهم في الناس اللي رفضوه نسوا ان ده كان اختيار البني ادم. كنت اقول سمعني الشريط ده، هتبوس يا بيت؟ لا، مش عايز كلام من ده. انا الرقابة، انا الشعب. النهارده علموا الشباب للاسف ان البطولة في الجرأة. البطولة مش في الجرأة، لانك لما تجترئ على ثوابت الشعب والأمة تبقى أنت تستحق العقاب، مش تستحق لقب البطولة. وهي يعني لما أقول مش عارف، لا، ما فيش إيه وإيه يعني، ده ما يتقالش، ده ما يخشش البيوت. الريتم ده عاجب الناس، والإيقاع ده عاجب الناس. يا بتوع المهرجانات، أرجوكم اعملوا أغاني عاطفية على الايقاعات دي وعلى بالطريقه دي، ودخلوا صوتكم في الجهاز اللي بيطلعوا مسرسع وكده. اعملوا اغاني وطنيه، اعملوا اغاني دينيه، اعملوا اغاني نرفع لكم سلام ونقف قدامكم ونبجلكم وتخلدوا في التاريخ الموسيقي. انما طول ما مش عارف حبيبتي سابتني، هجيب مش عارف ايه واشرب ايه واعمل ايه، لا لا، ده التاريخ هيقص المرحلة دي وهيرميها بقى. لازم تعدلوا من المسار بتاعكم.